بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ برج الجوزاء ان شاء الله تعالى هبدا معاكم باذن الله. اهم حاجه ما تنسوش بقى في اللايكات عشان اللايكات بترفع الفيديو. وطبعا لو اول مره تخش قناتي يا ريت تشترك فضلا وليس امرا، تنوروني وتشرفوني على راسي من فوق. نبدا معاكم ان شاء الله. نسمي بالله كده. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا برج الجوزاء. تمام. اول حاجه بسم الله ما شاء الله اللهم احسن فنجانك يا برج الجوزاء. اولا انت قبل ما ابدا البرج الجوزاء انت عندك النفسيه بتاعتك يا برج الجوزاء تحت الصفر، من غير زعل. يعني انت نفسيتك وحشه قوي اول فتره دي يا برج الجوزاء، باين اصلا في الفنجان من قبل ما نبدا النفسيه طاغيه خالص على الفنجان. ربنا يعافيك ان شاء الله يا رب يا رب، طلعك من المأزق اللي انت فيه على خير. والضغط اللي عندك ده يعني لان انت فنجانك مضغوط صعب قوي قوي يا برج الجوزاء، ربنا يعافيك يا رب. اول حاجه في برج الجوزاء ان شاء الله عنده ان شاء الله ان شاء الله في، انا اقول الطاقات الحلوه الاول عشان ما تصدموش. برج الجوزاء بعض منكم مش كل، بعض منكم عنده حمل، اللي هو في عنده حمل يعني وضع يعني ولاده ان شاء الله في الفتره اللي جايه دي. ان شاء الله ربنا يكملكم على خير ان شاء الله، في ولاده منتظرين مولود جديد. ربنا يكملهم على خير يا رب العالمين يا رب، نلقى كل خير. يعني بالنسبة لبرج الجوزاء البعض منكم يا جماعة مش الكل. وعندك كمان يا برج الجوزاء عندك ان شاء الله الطاقة بتاعتك كويسة، في ان شاء الله في انفراج للضيق اللي انت فيه والمأزق اللي انت فيه. ان شاء الله هيطلع، يعني كل ده هيروح ان شاء الله الفترة اللي جاية، بس مش دلوقتي. يعني انت عندك هقول لك مشكلة ان انت زي ما انا قلت نفسيتك مش كويسة يا برج الجوزاء. عندك يا برج الجوزاء في مشكلة، انت بتعاني من مشكلة الفترة ديت. يعني انت في يعني في مشكلة او حد يعني ضغط عليك، ضغط عليك جامد، يعني في مشكلة. في المشكله ديت مسببه لك ايه تعب نفسي، وده اقرب ناس ليك. بس في حد يعني عامل نفسه حبيب ليك يا برج الجوزاء، حيه عامله نفسها صاحبتك او عامل نفسه خايف على مصلحتك، ومعلش هو بوشين زي اللي بيقولوا في الوش مرايه وفي القفص اللايه. احذر من الحيه اللي موجوده معاك ده يا برج الجوزاء. ديت عايزه يعني ايه يعني تخليك انت الموضوع اللي شغلك او اللي بتضغط عليك في حاجات، فانت بلاش تسمع ليها يا برج الجوزاء. وعندك طبعا ده انت الله اكبر عليك، يعني انت محسود وعندك تعب في الفتره دي يا برج الجوزاء، تعب نفسي جدا وبالاماره. وعندك كمان نبومه من اقرب الناس ليك، وحيه اهي شايفينها، ده من اقرب الناس ليك. تمام. عندك كمان يا برج الجوزاء ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في عندكم بعض منكم رجوع للمنفصلين، اللي هم منفصلين في ناس، في منهم هيرجع للشريك تاني اللي هو اللي او الحب او كده، يعني ان هم الحبايب، يعني اللي انت والطرف التاني في اللي كان في انفصال او حاجه. ان شاء الله في بعض منكم رجوع باذن الله تعالى، وفي برضه فتح الناس، في بعض منكم في جواز وفي خطوبة ان شاء الله، يعني في فرح بإذن الله ان شاء الله تعالى. بس انت عندك يعني مشكلتك يا برج الجوزاء عندك عقارب، وعندك اللهم احفظنا حياته ومش عارفة في ايه عندك. يعني انت ده مسبب لك حتى في الفترة ديت نفسيتك مش كويسة، ومسبب لك تعب وارهاق في جسمك كله. كل ما تروق من حاجة يجي تشتكي بوجع جسمك كله بيوجعك من اول شعر راسك لحد طرف رجلك، يعني صوابع رجلك ذات نفسها بتوجعك يا برج الجوزاء. اللهم عافيك يا رب، واشفيك واشفي كل مريض قادر يا كريم يا رب. بس انت حاول ان انت يا برج الجوزاء تحسن نفسك الفترة اللي جاية، وتخاف على نفسك اكتر من كده. محدش هينفعك غير نفسك، خلي بالك من نفسك، لان انت مهمل في نفسك جدا جدا. والضيق اللي انت فيه، هل انت لو انت معلش يعني انت قعدت تقول مثلا يعني مثلا لو ضيقة مال او ضيقة رزق او كده، معلش يعني انت مثلا تقول انا مش انا مش قادر، انا مش عارفه اصرف، مش عارفه اعمل، وتيجي على صحتك وعلى نفسيتك، معلش ده هيقدم ولا يأخر؟ لا لا لا، صحتك هتروح وانت مش واخد بالك خالص من صحتك. حاول انت يعني تهتم اكتر بصحتك يا برج الجوزاء. يعني شايفاك مؤهمل جدا جدا في صحتك في تدهور جامد. تمام. ده كله بسبب حية انا قلت لكم ايه واحده، شايفين اهي محوطه كل الطرق بتاعتك، حتى كان في مشكله ايات وربنا نجاك من المشكله. وعندك تاني بص محوطاك اهي، شفت الاخت دي
محوطاك في كل حاجة. تمام. وانت ما تسمعش لرأي الاخرين، حاول انت تاخد رأيك من دماغك، انت ادرى بمصلحتك يا برج الجوزاء. خليش حد يضغط عليك ولا على اعصابك، حاول انت تفوق وتفوق لنفسك اكتر من كده يا برج الجوزاء. ما تخليش حد يعني يضغط عليك اكتر من كده. شايفين اهي الحياة دي فاهمة ازاي؟ اللهم احفظنا منها. مش مريحة دماغها، هي وواحدة تانية مسيطرين عليك، عايزين يسيطروا عليك. وفي واحد كمان اهو فارض قلوع عليك، يعني فرض رأيه بطريقة صعبة قوي عليك، هو اللي عايز يمشي رأيه عليك يا برج الجوزاء. اهو شايفين؟ سيطر على حياتك وعلى بيتك، وسبب خراب بيتك وسبب الانفصال اللي حصل بينك وبين الشريك يا برج الجوزاء اهوت. في بعد ما حصل فيه انفصال اهو، ده كان بسبب واحدة وواحد، يعني كان الاتنين دول بتأمروا عليك اهو. حتى الرزق بتاعك ربنا يرزقك يا رب، كل ما يجي باب رزق مفتوح تلاقي حاجة تيجي تعطله. شايفين؟ بس ان شاء الله الفرج جاي باذن الله، والله ان شاء الله ربنا يفرجها من عندك يعني ما شاء الله ان شاء الله، يعني هي ربنا يفرجها من واسع باذن الله يا برج الجوزاء. بس انت حاول ان انت تحصن نفسك من الحسد والهم اللي ماسك حياتك ده والتعب ده. حاول ترقي نفسك كتير يا برج الجوزاء وبتحصن بيتك، عشان ده اهي شايفينها. حتى اهو في حاجه شاغله بالك، في فرحه، بس ان شاء الله في عندك فرحه بقلب بيتك ان شاء الله، في جواز او حاجه اهو. انت ان شاء الله منتظر فرحة قريبة باذن الله، ربنا يفكها عليك يا برج الجوزاء ويفرح قلبك ان شاء الله. طبعا برج الجوزاء زي ما قلت اهتم بنفسك اكتر من كده يا برج الجوزاء، وخلي بالك من نفسك لانك انت الفترة القادمة ديت يعني ان شاء الله استعد لفرحة قريبة باذن الله. بس انت في الفترة دي تعبان ومرهق مش قادر، لا اتغلب عن كل اللي فيه ده وفوق لنفسك يا برج الجوزاء. محدش هينفعك، اهم حاجه خلي بالك من صحتك، واللهم بلغت اللهم فاشهد. ويا ريت بقى ما تنسوش بقى في اللايكات، عشان اللايكات بيرفع فيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.